زي ما شفتوا في عنوان الفيديو كده احنا هنتكلم النهارده عن ازاي تحسب سعراتك الحرارية. وقبل ما تقولي ان الفيديو ده اتهرس 100 مرة في 100 فيديو قبل كده وب100 طريقة كمان، احب اقول لك ان شاء الله الفيديو ده هيكون مختلف عن باقي الفيديوهات التانية، لان انا مش بس هديك طريقة تحسب بيها سعراتك الحرارية، لا انا هفهمك 4 طرق تحسب بيهم سعراتك الحرارية، وفيهم طريقة مختلفة شوية ممكن اول مرة تسمع عنها. فلو انت كنت مهتم ان انت تحسب سعراتك الحرارية لنفسك وتعمل دايت بلان، الفيديو ده هيساعدك ان انت تحسب سعراتك الحرارية بشكل دقيق ومظبوط، وهيساعدك ويوفر عليك وقت كتير جدا. مبدئيا كده في مفهومين لازم تكون فاهمهم قبل ما تعمل اي حاجه. اول مفهوم منهم هو البي ام ار، البيزل ميتابوليك ريت، وده بكل بساطه كده السعرات الحراريه اللي جسمك بيحتاجها وبيحرقها وانت في وضع الراحه التامه، سواء كنت نايم او كنت قاعد ما بتعملش اي حركه تماما. فجسمك ليه كميه سعرات بيحتاجها عشان يقدر يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته زي التنفس وضربات القلب، والاعضاء الحيويه بتاعتك تكون شغاله تمام. فكمية السعرات اللي هو بيحتاجها عشان يعمل كل العمليات دي بتسمى البي ام ار. وتاني مصطلح مهم والمكمل للبي ام ار هو الاي ام ار، الاكتيف ميتابوليك ريت، وده بكل بساطة برضو السعرات الحرارية اللي جسمك بيحتاجها عشان يقوم بالمهمات اليومية بتاعته على مدار اليوم، ايا كانت المهمات دي ايه، سواء انت بتشتغل او بتتمرن او بتمشي او واقف في المطبخ او بتعمل اي حاجة في حياتك، دي بتندرج تحت مسمى الاي ام ار. بكده حرفيا انت قطعت نص المسافة عشان تبدأ تحسب سعراتك الحرارية بفهمك للمصطلحين دول. وبس مش باقي لك غير ان انا اديك شوية الارقام والمعادلات اللي انت هتستخدمها عشان تحسب سعراتك الحرارية. واول طريقة معانا عشان تحسب سعراتك الحرارية والاشهر بينهم هي معادلة ميلفين. تعتبر معادلة ميلفين دي واحدة من اشهر المعادلات في العالم اللي الناس بتستخدمها عشان تحسب بيها سعراتها الحرارية. وبكل بساطة المعادلة دي بتقول لك عشان تحسب البي ام ار بتاعك بتبدأ تضرب 10 في الوزن زائد 6.25 من 100 في الطول ناقص 5 في العمر زائد 5. والرقم اللي بيطلع لك بعد العملية دي هو بيكون البي ام ار بتاعك، اللي هو المعدل اللي جسمك بيحرقه وانت في وضع الراحة التامة. وعشان تجيب التوتال بتاع سعراتك الحرارية بتبدأ تضيف عليه الاي ام ار عن طريق ان انت تضرب الرقم اللي طلع لك من المعادلة دي في معدل النشاط بتاعك اللي انت بتحدده عن طريق الجدول ده. خلينا ناخد مثال كده على شخص وزنه 75 كيلو ونبدأ نحسب سعراته عشان تفهم الموضوع بشكل أكتر. مبدئيا كده هنبدأ نحسب البي ام ار ان احنا نضرب 10 في 75 كيلو اللي هو وزن الشخص زائد 6.25 من 100 في 180 اللي هو الطول ناقص 5 في 20 اللي هو العمر زائد 5 يديني 1750 سعرة. هبدأ اخد ال 1750 سعرة دول واضربهم في معدل النشاط وليكن مثلا 1.725 من 1000، هيبدأ يديني ان سعرات الشخص ده 3018 سعر حراري. 3018 سعر حراري دي هي التوتال بتاعت سعراتك على مدار اليوم. وخلينا ندخل على تاني معادلة معانا، ودي أنا بفضلها أكتر للبادي بيلدرز أو الناس اللي بتلعب كمال أجسام أو عامة الناس اللي دهونها بتكون قليلة، إن أنت بتعتمد في المعادلة دي على وزن الجسم الصافي بدون وزن الدهون اللي في الجسم. فتعالى كده نشرح المعادلة دي وناخد برضو مثال عليها. وأول حاجة هنعملها إن إحنا نحسب وزن الجسم بدون وزن الدهون، وده عن طريق إن إحنا بنحدد النسبة المئوية للدهون عن طريق انبادي. وبعد ما تحدد نسبة الدهون اللي في جسمك بتبدأ تضربها في وزن الجسم، والناتج اللي بيطلع لك بيكون الوزن الصافي بدون وزن الدهون. وعشان تحسب البي ام ار بتجمع 500 زائد 22 في الوزن الصافي، والناتج اللي بيطلع لك ده بيكون البي ام ار بتاعك. وبرضه بتبدأ تضربه في معدل النشاط بتاعك عشان يطلع لك توتال السعرات الحرارية على مدار اليوم. وبرضه تعالوا ناخد مثال على الطريقة دي عشان تفهموا بشكل أكبر. مبدئيا كده هنفترض إن الشخص ده نسبة الدهون في جسمه هي 15%. أول حاجة هنعملها إن إحنا نضرب وزن جسمه اللي هو 75 كيلو في 15 من 100 اللي هي نسبة الدهون بتاعته، هيطلع لي إن وزن الدهون اللي في جسمه عبارة عن 11 كيلو جرام. فهنبدأ نطرح ال 11 كيلو جرام دول من ال 75 كيلو اللي هو وزنه الكلي، هيديني 64 كيلو. هبدأ هنا عشان أحسب البي ام ار أجمع 500 زائد 22 في الوزن اللي هو الصافي اللي هو 64 كيلو جرام، هيديني 1908 سعر حراري. وبرضه هبدأ أضربه في معدل النشاط بتاعه اللي هو وليكن 1.725 من 1000، هيديني 3291 سعر حراري. تالت طريقة تقدر تحسب بيها سعراتك الحرارية هي من على جوجل بكل بساطة. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل على جوجل او اي محرك من محركات البحث وبتكتب حساب السعرات الحرارية، وبتفتح تاني لينك معاك اللي هو حساب السعرات الحرارية البي ام ار. وهنا بيطلع لك الصفحة دي، بتبدأ تحدد سنك من هنا، وبعد كده بتدخل الطول بتاعك وبتدخل وزنك بالكيلو جرام، وبعد كده بتنزل تختار معدل النشاط البدني بتاعك على حسب نشاطك اليومي، وبعد كده بتدوس على اكس. وهنا بيطلع لك السعرات اللي انت بتحتاجها على مدار اليوم.
ونخش على الطريقة الرابعة والأخيرة، والطريقة دي مش منتشرة خالص وما شفتش حد اتكلم عنها قبل كده ولا حسب بيها السعرات الحرارية، وهي عن طريق التنفس. في الطريقة دي انت بتعتمد على ان انت بتحسب كمية الأكسجين اللي جسمك بيستهلكها على مدار اليوم، وعن طريقها بتبدأ تحسب كمية السعرات اللي بيحرقها. بكل بساطة طريقة التنفس دي بتعتمد على جدول بسيط كده اللي هو قدامك ده، والجدول ده بكل بساطة كده بيبقى عبارة عن الأنشطة اللي انت بتعملها على مدار اليوم، زي النوم والراحة والمشي أو أي نشاط يومي انت بتعمله. بكل بساطة كده انت بتحسب السعرات عن طريق ان انت تاخد القيمة اللي قدام كل نشاط من الأنشطة دي، وتبدأ تضربها في وزن الجسم بتاعك بالكيلو جرام، وتضربها في عدد ساعات الممارسة للنشاط ده. حسيتك استصعبت الموضوع كده وتهت مني، بس ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا وهتفهم كل التفاصيل في المثال اللي قدامك ده. بكل بساطة انا اليوم عندي بيتكون من 24 ساعة. ابدأ اشوف انا ال 24 ساعة بتوعي دول انا بعمل فيهم ايه، ودي بقى اللي بتختلف من شخص للتاني وبتكون دقيقة جدا في حساب السعرات الحرارية بتاعتك. ابدا احط قيمه كل نشاط من الانشطه دي من الجدول اللي قدامي واضربها في وزن جسمي وفي عدد ساعات الممارسه. خلوني كده ابدا بالنوم. لو بصيت في الجدول هلاقي ان القيمه بتاعه النوم هي 0.214 من 1000. هبدأ إن أنا أحط القيمة بتاعة النوم دي من الجدول وأضربها في وزن جسمي بالكيلو جرام، وأحط عدد الساعات اللي أنا بنام فيها على مدار اليوم، وهبدأ أنفذ الخطوات اللي أنا شرحتها لك على النوم دي في كل الأنشطة بتاعتي على مدار اليوم. وهبدأ بعد كده أجمع كل النواتج اللي طلعت لي دي. الناتج اللي هيطلع هو ده عدد لترات الأكسجين اللي جسمي بيستهلكها على مدار اليوم، وكل لتر من الأكسجين بيحرق حوالي 5 سعرات حرارية. فهبدأ أضرب الرقم ده في 5، هيطلع لي السعرات الحرارية اللي جسمي بيحرقها على مدار اليوم. اللي عايز اقوله لك في الاخر ان كل الطرق طلعت لي نسب متقاربه من بعضها جدا، فمش هتفرق كتير انت بتحسب باي طريقه. شوف الطريقه اللي تناسبك والطريقه اللي اسهل لك، وعادي جدا ممكن تحسب بيها سعراتك الحراريه. فالسعرات الحراريه اللي طلعت لك دي هي سعرات الثبات بتاعتك، فانت لو شخص عايز تزيد بتبدا تزود من 300 ل 500 سعر حراري، ولو شخص عايز تنزل في الوزن بتبدا تنقص من 500 ل 700 سعر حراري، ولو عايز تحافظ على وزنك بتاخد نفس السعرات اللي طلعت لك. ولما تيجي تعمل الدايت بلان بتاعتك بتقسم السعرات دي على المايكروز على حسب الهدف بتاعك وعلى حسب طبيعة جسمك. ولو حابين الفيديو الجاي ان شاء الله اتكلم عن ازاي توزع السعرات الحرارية دي على المايكروز وازاي تصمم البرنامج الغذائي بتاعك، قولوا لي في الكومنتات واعمل لكم الفيديو ده باذن الله. انا شايفك على فكرة انت لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة، مش عارف انت مستني ايه بجد، ومش عارف اعمل لك ايه اكتر من كده. فانزل دلوقتي اعمل لي سبسكرايب، وانزل اعمل لي كومنت على الفيديو ده قول لي رايك فيه لو كان عجبك او لا، وهقرا الكومنتات بتاعتكم كلها وهرد عليها. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت عايزين الفيديو الجاي عن ايه.